بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا. اهلا بيكم في حلقه توقعات كاس العالم 2022. كاس العالم في قطر اعلى بروباجندا حصلت تقريبا في كاس العالم عموما. قطر مولت بشكل كبير جدا فكره الترويج، ودي كانت حاجه ايجابيه جدا. واخيرا بتقام كاس العالم في دوله عربيه، والحقيقه دي اول مره في التاريخ وتحسب لقطر. الحقيقه عندنا بقى 8 مجاميع، هنتوقع مين اللي هيتاهل من دور المجموعات. طبعا عندنا حلقات على دور 16 ودور الثمانية ونص النهائي والنهائي، دي توقعات بتبقى مختلفة، ال16 والثمانية مع بعض والنص النهائي والنهائي مع بعض برضه. فبالتالي دور المجموعات بالنسبة لنا هيكون كالآتي: جت التوقعات صح كان بها، ما جاتش صح يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهنعمل برضه توقعات على دور ال16 والثمانية ونص النهائي والنهائي عادي جدا. قبل ما نبتدي حابب افكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك عشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. فدون نخوض في تفاصيل كتير، يلا بينا نبتدي. اول مجموعه معانا النهارده هي طبعا مجموعه قطر المستضيف، معاها هولندا ومعاها السنغال حسبي الله ونعم الوكيل والاكوادور. توقعاتي هنا رايحه ان المركز الاول طبعا من نصيب منتخب هولندا. مجموعه بالنسبه له هتكون سهله، هيقدر يجمع فيها نقط، هيقدر ان هو يوصل في دور ال16 اول مستريح. المركز الثاني دي مفاجاه بقى يا جماعه، خلينا نتكلم ان المنتخبات العربيه هيكون ليها نصيب في دور ال16 عن طريق قطر، ولسه جايين كمان في الكلام بعد كده في المجموعات العربية. قطر هتكون هي المفاجأة لأنها كمستضيف عندها فرصة أن العرب كلهم غالبا هيكونوا مساندين لقطر، ده غير طبعا الجمهور القطري نفسه. قطر هي المستضيفة، فاللعيبة كمان هيبقى عندهم تحفيز أن هم يطلعوا لدور ال16. نيجي بقى للمركز الثالث، السنغال هي اللي هتعافر شوية وهتحارب في قطر أنها ما تصعدش، خصوصا كمان يا جماعة فكرة إصابة ساديو ماني هتأثر شوية على المنتخب السنغالي مع أنه منتخب قوي جدا الحقيقة. والإكوادور هتبقى هي حصالة المجموعة. نيجي بقى للمجموعة الثانية. المجموعة الثانية دي الحرب العالمية الثالثة، انجلترا، ويلز يعني المملكة المتحدة، ومعاك ايران وامريكا. دي مجموعة ملهاش علاقة بالكورة، دي مجموعة ليها علاقة بالسياسة يا معلم. عموما خلينا نتكلم عن المتأهلين. في المركز الاول انجلترا، بالرغم من ان انت شايف ان ساوث جيت غلط كتير في الاختيارات، ساوث جيت نفسه ما جابلكش باك شمال غير لوك شو اتصاب خلاص، ما عندكش باك شمال. في لعيبة زي جادون سانشو ما راحوش اصلا، ابراهام ما راحش، وخد لاعب زي هاري ماجواير. طبعا كان في ضحك جامد قوي في المنتخب الانجليزي، والحقيقه التشكيله ما تساعدش انها تاخد كاس العالم، بس على الاقل هتتاهل من دور المجموعات في المجموعه دي وتطلع مركز اول باذن الله. المركز الثاني هنا يا جماعه جاي لي بصراحه على ايران. انا بتوقع ايران بكيروش هو اللي هيعرف يوصل بالمنتخب الايراني لدور ال16. حاسسها هي دي المفاجاه فعلا في المجموعه دي. والولايات المتحده في المركز الثالث، لان الولايات المتحده بصراحه منتخب متخبط في الفتره الاخيره، اللهم فوز على البانيا ودي. غير كده الولايات المتحدة مش في المستوى خالص، وكل حاجة عندها مش مظبوطة قوي. المركز الرابع ويلز، لان ويلز يا جماعة يعتبر زي ما تقول كده رايحة كاس العالم مواجهات شرفية بالنسبة لها مش اكتر يعني، فهتكون هي صاحبة المركز الرابع. نيجي بقى المجموعة الثالثة، ارجنتينا، الارجنتين والمملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا. حظ مش كويس قوي مع السعوديه للاسف الشديد. المجموعه دي طبعا المركز الاول بالنسبه لي هو الارجنتين، المرشحه اصلا انها تاخد كاس العالم، هتصعد اول مجموعه. المركز الثاني المكسيك يا معلم، المكسيك منتخب قوي جدا جدا جدا، جيل قوي بيشطب من الاخر. الجيل ده هو اللي هيحاول بقدر المستطاع ان هو يبقى الالفا في المجموعه دي وياخد مركز ثاني مع الارجنتين. وهنا بقى اخواتي السعوديه ما يزعلوش ان هم مش هيتاهلوا، حظهم مش جاي مع المجموعه دي. المنتخب السعودي هيبقى قدامه حرب قويه جدا قصاد الارجنتين والمكسيك، ده غير كمان بولندا. ممكن الناس تستغرب من اللي انا بقوله، بس في اعتقادي ان السعوديه هتخلص المجموعه دي في المركز الثالث، وبولندا هي اللي تطلع في المركز الرابع، مع العلم ان بولندا عندها خط هجوم ناري بس في الدفاع مش قوي. الخط الدفاعي بتاع بولندا مش قوي، عندك كمان تشيزني في حراسه المرمى مش في احسن احواله، فالدنيا ان شاء الله تكون سهله للسعوديه على الاقل انها تاخد مكسب قصاد بولندا او تطلع بنتيجه تعادل على الاقل. نيجي بقى المجموعه الرابعه، المجموعه اللي فيها فرنسا واستراليا وتونس المنتخب العربي الشقيق والدنمارك.
طبعا يا جماعه الكل عارف ان اللي بيكسب كاس العالم ما بيتاهلش من دور المجموعات، بس الحقيقه انا شايف ان فرنسا المره دي عكس كل مره. المره دي هي داخله وعندها كريم بنزيما واخد البالون دور، عندها جيل قوي جدا، ممكن ما ياخدش كاس العالم وهو المرجح ان هو ما ياخدش كاس العالم اصلا، خصوصا ان خلاص زين الدين زيدان احتمال كبير جدا ان هو يمرن منتخب فرنسا بعد كاس العالم، فديدييه ديشامب هو اخر فتره ليه هي مع كاس العالم فقط، فبالتالي كمان اللعيبه مش هيكون عندهم التحفيز قوي ان هم يعملوا نتائج عاليه او يوصلوا ادوار متقدمه قوي، خصوصا ان هم ابطال العالم ده نفس الجيل فخدوا البطوله، فاوريدي يعني خلاص الموضوع منتهي بالنسبه لهم. بلس كمان ان هم خلاص يعني هيحاربوا عشان المدرب، ما هو المدرب ماشي، بس هيتاهلوا اول مجموعه من وجهه نظري، وان فرنسا هتكسر نحس المونديال لحامل اللقب وهتتاهل لدور ال 16 باذن الله. المركز الثاني الدنمارك. تونس حظها وحش قوي يا جماعه، لانها رايحه مع بطل العالم بلس منتخب قوي جدا اوروبيا الا وهو الدنمارك، فبالتالي المركز الثاني رايح للدنمارك للاسف الشديد، وهم اللي هيتاهلوا. في اعتقادي تونس كمنتخب اقوى من منتخب استراليا، وهيعرف يوصل كمركز ثالث مش اكتر، وهيحقق نتائج ايجابيه، وهيعافر على فكره مع منتخب فرنسا والدنمارك بالذات، ورفاق علي معلول هيعرفوا يحرزوا المركز الثالث. المركز الرابع استراليا اللي ملهاش وجهه اصلا في كاس العالم، رايحه زيها زي ويلز كده مواجهه شرفيه يعني. نيجي بقى للمجموعه الخامسه معانا النهارده، اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، اليابان. المجموعه دي فعلا التنبؤ بيها المتاهلين هيكون صعب، خصوصا ان الاربع منتخبات ليهم حظوظ، طبعا اقلهم كوستاريكا، بس اليابان والمانيا واسبانيا هي اللي هيكون عندهم فرص الصعود اكبر. في اعتقادي المركز الاول هيروح للماكينات الالمانيه المانشافت، هم دولت اللي هيصعدوا كمركز اول. هانسي فليك هيعمل منهم منتخب جامد جدا، وهو اساسا منتخب جامد وهيعرف يصعد كمركز اول، ومن مرشحين الفوز بكاس العالم اصلا. هانسي فليك ما بيفوتش البطولات الكبيره، خلي بالك، دي حاجه. تاني حاجه اسبانيا لويس انريكي من وجهه نظري بالاختيارات الغلط الكتيره اللي عملها، الحقيقه ان هو استبعد سيرجيو راموس المدافع اللي هو الماتادور، وخد على حسابه بوسكيتس اللي انا هو مشجع برشلونه وبقول لك بوسكيتس منتهي، ما كانش ينفع يلعب كاس العالم اصلا. وكمان استبعد دخيا، وده بالنسبه لي صدمه، لان دخيا هو السد العالي لمانشستر يونايتد، بيقدم اداء عالي جدا، فبالتالي استبعاده كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. بس لويس انريكي من المدربين يا جماعه اللي يقول لك ايه، انا صعدت بمنتخب شباب، انا صعدت مثلا لو عملت نتائج ايجابيه انا عملت اللي عليا، ده يا دوب الاختيارات كانت ايه مقضيه، وهو ده اساسا استراتيجيته في كاس العالم. هو مش من المرشحين ان هو ياخد كاس العالم، بس هيصعد كمركز تاني من وجهه نظر، لان عنده جيل في اسبانيا قوي يقدر يعدي لدور ال 16 مستريح. وبالتالي في المركز الثالث هيكون طبعا اليابان، والرابع كوستاريكا. نيجي بقى المجموعه السادسه معانا النهارده، ودي بقى مجموعه الضربه القاضيه، الا وهي بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. مجموعه صعبه جدا 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 على منتخب المغرب، دي من وجهه نظري دي اصعب مجموعه على المنتخبات العربيه كلها. المغرب الحقيقه هي قصاد تحدي صعب جدا، بس عندها جيل اكتر من هايل يعرفوا ان هم يقدموا بطوله كويسه. فانا واخد المغامره بان بلجيكا تصعد مركز اول والمغرب مركز تاني. ايوه انا بتوقع ان المغرب تصعد لدور ال 16 وتحقق المستحيل في المجموعه دي، وتقصي كرواتيا تاني العالم في 2018. الجيل ده بيشطب خلاص، الجيل اللي بعده مش قوي، نتائجه مش كويسه بالمعنى يعني اللي انت تقول عليها لا خلاص ده رايحين لكاس العالم. كرواتيا كانت معجزه بس في 2018، دلوقتي المعجزه مش هتتكرر. وطبعا كندا زيها زي ويلز برضو، واستراليا رايحين كده مواجهات شرفيه في كاس العالم، وبالتالي هتكون هي في المركز الرابع. فان شاء الله الف مبروك للمنتخب المغربي والمنتخب القطري الصعود لدور ال 16 ان شاء الله. والله انا اتمنى الاربع منتخبات العربيه المشاركين ان هم اساسا يصعدوا، بس خلينا نتكلم بصراحه، في منتخبات تقدر تعافر، وفي منتخبات الى حد ما مجموعتها صعبه على المستوى اللي بيقدموه. مع اني نفسي والله ان الاربع منتخبات تونس والمغرب والسعوديه وقطر الاربعه يصعدوا لدور ال 16 ويحققوا المفاجاه، علشان اساسا دي بطوله في اراضي عربيه، فبالتالي العرب هم اللي تاهلوا لدور ال 16. فدي التوقعات اللي فعلا انت تتمنى ان انت فيها تبقى غلط، علشان انت نفسك من جواك القلب العربي يعني ان كل الدول العربية تتأهل لدور ال 16.
المجموعة السبعة البرازيل وصربيا سويسرا والكاميرون. طبعا تصريحات سامويل ايتو ان الكاميرون هتاخد كاس العالم وهو صاعد اصلا كاس عالم على حساب الجزائر في اخر 50 ثانية فقط من الماتش، وكمان الجزائر اتظلمت، وكلنا عارفين السيناريو السيء جدا لمنتخب الجزائر اللي حصل ده، وربنا يكون في عونهم ويكون في عوننا كمنتخب مصر عموما. فبالتالي نتوقع المتأهلين بقى: البرازيل مركز اول، سويسرا مركز تاني، صربيا مركز تالت، كاميرون مركز اخير. كاميرون مفيش اي حاجه، ده حتى اللعيبه اللي مختارها سامويل ايتو مش سونج خالص. نيجي بقى للمجموعه الاخيره، المجموعه اللي فعلا تتمنى فيها ان كريستيانو رونالدو يستمر ويتاهل ويوصل للادوار النهائيه ونشوفه في نهائي كاس العالم اصلا. مجموعه البرتغال وغانا والاوروغواي وكوريا الجنوبيه. هنا غانا بتحاول بالمنتخب القوي جدا اللي عندها دلوقتي لما رجعت لعيبه كتيره جدا وجنستهم تاني لانه ده موطنهم الاصلي اصلا. خلينا نتكلم بصراحه، غانا منتخب قوي وهيعافر في المجموعه دي بالرغم من انها صعبه جدا عليه، وكمان ذكريات كاس العالم 2010 هتبقى صعبه جدا وقويه جدا في ذهن اللاعبين، خروج غانا على حساب الاوروغواي. فدلوقتي جاءت الفرصه للانتقام، واحيانا تعطيك كره القدم فرصه للانتقام، فاستغلوها بقى الله يبارك لكم واكسبوا ماتش الاوروغواي. انا مع الاسف الشديد متوقع ان غانا للاسف ما تصعدش يعني كمنتخب افريقي. انا شايف ان اللي هيصعد هو مركز اول البرتغال، مركز تاني الاوروغواي عشان عندها منتخب قوي جدا، مركز ثالث هيكون غانا، والمركز الرابع هو كوريا الجنوبيه اللي في اعتقادي مش هيقدم كتير يعني. وبس كده يا جماعه، دي كانت حلقتنا، دي كانت توقعات كاس العالم. اتمنى ما كنتش طولت على حضراتكم، واتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا لكم كلكم. يلا سلام.